السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد خسارة الزمالك القاسية أمام بيراميدز، خرج علينا المستشار مرتضى منصور في أول تعليق ناري، وقال كلام تقيل جدا جدا جدا، كلام ممكن يهز كيان النادي والجمهور دلوقتي مش عارف يفرق بين الحقيقة والصدمة زي ما سمعته المستشار مرتضى منصور، والكلام اللي قاله والتصريحات اللي طلع بيها. النهاردة هنعرض لكم التصريحات الكاملة ونحللها سطر سطر ونشوف تأثيرها على مستقبل نادي الزمالك. خلونا نبدأ. خسارة الزمالك من بيراميدز مش مجرد 3 نقاط ضاعت، دي كانت مباراة إثبات وجود، وفي وقتها الزمالك كان محتاج أي فوز يرفع المعنويات ويهدي الجمهور الغاضب. لكن اللي حصل كان صدمة كبيرة، الأداء باهت، مفيش روح، الأداء باهت، مفيش روح، مفيش تنظيم، ومفيش شخصية للفريق. دي طبعا تصريحات مستشار مرتضى منصور. السوشيال ميديا اشتعلت بعد الماتش، كل الناس بتسأل الزمالك رايح على فين. طبعا فيديو نشره على صفحته قال المستشار مرتضى منصور بالحرف الواحد: دي مش الزمالك اللي انا بنيته، دي مش فرقة، دي مش فرقة نادي القرن الحقيقي. ووصل كلامه وقال ازاي فرقة عندها اسم كبير زي الزمالك تبقى واقفة كأنها فرقة درجة تالتة. فين الروح، فين القيادة؟ على فكرة بغض النظر عن الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي سواء من المستشار مرتضى منصور، ولكن الزمالك يحترم جدا وجمهور الزمالك يحترم جدا جدا جدا، لان فعلا الناس دي والله بتفهم كورة يا جماعة. اي جمهور زملكاوي ولا اي واحد زملكاوي فعلا بيفهم كورة. تمام. فيعني زملكاوي صميم. آه زي ما قال دي مش الزمالك اللي انا بنيته، ولا دي مش فرقة، دي نادي القرن، دي مش فرقة نادي القرن الحقيقي. ازاي فرقة عندها اسم كبير زي الزمالك تبقى واقفة كأنها فرقة درجة تالتة؟ فين الروح، فين القيادة؟ ما اكتفاش بكده وأضاف: أنا بحمل المسؤولية كاملة للإدارة الحالية اللي بتصرف ملايين وبتجيب لعيبة مش على مستوى تيشيرت الزمالك. كلام تقيل جدا، كلام حساس. الكلام هنا واضح، مرتضى مش بس زعلان، هو غاضب وحاسس إن تاريخه بينهار قدامه. معاه حق، فعلا معاه حق. خلينا نقف شوية عند كلام المستشار. هل فعلا الإدارة الحالية هي السبب؟ وهل الفريق الحالي ضعيف للدرجة دي؟ الحقيقة إن في مشاكل واضحة، مفيش قائد حقيقي في الملعب، مفيش خطة واضحة للفريق، الصفقات كتير منها مش مؤثرة. المستشار مرتضى منصور عارف ده وده سبب انفعاله، لكن في سؤال مهم هنا: هل هو بيجهز للرجوع ولا دي محاولة لتصفية حسابات؟ وعلامة استفهام. تعالوا نشوف الناس قالت ايه بعد الفيديو طبعا اللي هو نزله. واحد كتب: ارجع مرتضى منصور الوحيد اللي كان بيخلي الزمالك واقف على رجليه فعلا. واحد تاني قال: كفاية تصفية حسابات، سيبوا الفريق يركز. برضو كلام منطقي جدا جدا. وواحد تالت قال: فين اللاعبين؟ ليه كل الهجوم على الإدارة؟ فين اللاعبين؟ صح. ولسه طبعا بعد ما هنشوف هل فعلا أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك الحالي هينتقل إلى النادي الأهلي ل4 مواسم مقبلة ولا لا. طبعا كلام كتير في الموضوع ده، ولكن لحد الآن لسه مفيش كلام أكيد. يعني على السوشيال ميديا قالوا إن أحمد سيد زيزو مضى 4 مواسم في النادي الأهلي ووالده وافق، ولسه طبعا ده الكلام كله كلام هري وبس، مفيش أي حاجة منه حصل لحد الآن.
يعني في انقسام واضح بين جمهور شايف ان مرتضى هو الحل وجمهور شايف انه جزء من المشكلة، وده بيخلي المشهد اكثر توترا خصوصا قبل مباريات مهمة قادمة، المباراة الجاية. طبعا قال انا مش هسكت، والزمالك مش ملك حد، الزمالك ملك جماهيره، وكأنها رسالة مشفرة انه ممكن يرجع الساحة تاني. هل ده تمهيد او احتمالات على او كلام، يعني اموره واضحة مقبلة ان هو هيرجع للزمالك تاني ولا لا؟ هنشوف. وفعلا ناس كتير بدأت تتكلم عن إمكانية رجوعه مرة تانية لرئاسة النادي سواء بالانتخابات أو بقرار قضائي جديد. هل هو بيمهد الطريق زي ما قلت لكم ولا بيضغط على مجلس الإدارة الحالي؟ أسئلة كتير والإجابات لسه جاية. الخسارة دي مش نهاية العالم، لكن لازم يكون في وقفة. الزمالك محتاج إعادة بناء على مستوى الروح، التخطيط، الصفقات. 3 حاجات دول: الروح، التخطيط، الصفقات. ما ينفعش نرمي اللوم كله على مدرب أو لاعب، النادي نفسه محتاج مشروع جديد واضح المعالم. الجمهور ما بقاش يتحمل موسم تاني بدون بطولات. والسؤال الأهم، هل في حد يقدر يلم الشمل ولا مفيش؟ في النهاية طبعا تصريحات المستشار مرتضى منصور نزلت زي القنبلة في الشارع الرياضي، والمشهد حاليا مفتوح على كل الاحتمالات زي ما وضحنا لحضراتكم في الفيديو. وقلنا الأسباب والاحتمالات والتمهيدات في اللي هيحصل لقدام. يا ريت تقولنا في الكومنتات، هل تتفقوا مع كلام مرتضى منصور؟ هل الزمالك محتاجه فعلا ولا لازم مشروع جديد بعيد عن الأزمات؟ ده كان فيديو اليوم، ان شاء الله يا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل جديد في عالم الزمالك والكرة المصرية. نشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.